ايه يا جماعه، اخيرا. هو ما تاخرناش أوي عامه يعني. احنا بقالنا قد ايه بنتكلم في الموضوع ده؟ 3 سنين. من ايام ما كانش في حاجه اسمها بودكاست اصلا، احنا عايزين نعمل حاجه وخلاص. احنا عملنا افكار قبل يعني اتحرقت. اه طب ايه؟ ما اعرفش يعني، بس الحمد لله ان تاتي متاخرا احسن من الا تاتي. هو هيتكلم معانا ولا مش عارف. ايوه انت مستنيين يعني انا اقول ايه؟ عايزين برضو يعني ايوه ما انتوا عمالين تقسموا ما مستنيين انا اقول ايه؟ عايزين برضو نشرح للناس احنا عاملين حاجه جديده ما اعتقدش حد فكر فيها. اول يوتيوبر في مصر ما عندوش يوتيوب يعني. كل ما نقول له فلان عمل كذا الحلقه الفلانيه يقول لي مين ده. بيقول افكار خلصانه من 2005. ما هو ده اللي هيبقى الحاجه الفريش. التارجت اودينس بتاعنا اتولدوا بعديها يعني. ليفل واقع يعني. طيب احنا اكيد الناس مش فاهمه ايه قصه عايزين رابع. اسم الشانل اللي على فكره مريب قوي يعني، لو انت مش عارف الباك ستوري فممكن نفهم الناس شويه. وبعدين عمال اقول الناس انا الاربعه فيو تنتصر ترحب بك. القناه ما اتعملتش قبل البتاع دي تسجل لسه. طب اشرح لنا يا جون. ماشي، يعني احنا فكرنا ان اي حاجه بتبقى محتاجه رابع. عايز تلعب بادل، عايز تلعب بلاي ستيشن مالتي، مثلا عايز كارد جيمز، دبل سكرو ديت. والحاجات بس دي. انا عايزين لا، توصل double date اخر لا. الحته دي. هو موضوع كارد جيمز 3 ده مش لازم يعني نبتدي نفكر فيه. ما ان شاء الله لو الشانل بتاعتنا نجحت الميرشندايز هنبتدي نفكر في جيمز بقى 3 سكروب افراد. 3. مفهوم يعني. مفهوم. وما تخافش الفكره مش هتتسرق يعني، هو مفيش فيوز ما كده. حدش نرجع عليه ده. لا خير ان شاء الله. عايزين كارد جيمز ثلاثيه تحل مشاكل كتيره. ماشي. وبعدين برضو ممكن احنا في اليفنت ان ذا روم مش عايزين نتجاهل قصه المرحوم الله الرابع يرحمه. الأصلي. الله يرحمه. احنا كنا اوريدي 4 وكنا بنعمل كل الحاجات دي وكنا الحمد لله مبسوطين. بعدين في رابع الله يرحمه وقع مننا. هو سافر يعني ما ماتش بس. احنا اللي هنسافر ان شاء الله يعني. فلما حصل اكتشفنا ان احنا في حاجات كتير قوي مش عارفين نعملها او بنقعد ندور على ناس عشان نلعب بادل او بلاي ستيشن او بتاع. ففكرنا ايه، طب خلاص ما ندوس بقى في موضوع يوتيوب ده. وليه اصلا عايزين نبدا يعني؟ انتوا بالنسبه لكم نبتدي بمارك ليه نبدا اصلا؟ بنتكلم في حاجات كتيره الناس تتكلم فيها اصلا، والمعظم الانترست بتاعتنا يعني كومن. كوره، اكل، سفر. بيبقى تفريغ طاقه يعني. في ترند بيبقى احنا اللي بادينه انسايد جوك في الشله، فلما صح. بيطلع للنور حس ان هو ايه ده. طب ما احنا اولى. ما احنا اولى. بعدين لما حضرنا ايفنتات معينه بشركات معينه مش نذكر اسمها يعني، أرجوك. لما قابلنا اخواتنا البلوجرز اكتشفنا ان احنا دمنا اخف. ومش تنكين مبدئيا. وبعدين لما نعرض لهم افكار بيقولوا عجباهم، فاتمنى تكون ما اتسرقتش لغايه دلوقتي، بس يعني ده لا، يمكن إن شاء شجعنا. الله. هم بيطيبوا خاطرنا، خليها كده يعني. بالظبط يعني. احنا برضه ممكن مفيش اي حد عنده باك جراوند كونتنت خالص اكتر من ستوري انستجرام يعني. ممكن نبتدي نعمل كده لفه نقول برضو ايه الباك جراوند. نبتدي باستاذنا. انا قلق الايام دي، خليها تبتدي بحد تاني. عايز احنا محتاجين نبتدي اصلا نعرف نفسنا يعني. هو ده اللي بنحاول نعمله. كاسم بقى، انت مين اصلا؟ انت مين؟ لا حلو لا انت. انا معاكم دكتور مارك، اشتغل في مستشفى في مكان حساس في مصر، في- منطقه حساسه. في المنطقة مش- منطقه عشان بس يعني مش التخصص الحساس، المنطقه الجغرافيه يعني. فمش لازم تخصصك يعني إيه يا واحده دكتور؟ واحده كانت الايه. تخصصك عنايه مركزه. ده القلق كله. هو ده القلق نفسه. هو ده القلق. ده القلق. هي دي اللعبه فعلا. هو لازم تبقى قلقان. والإفيه بتاع نجي لك امتى ده، ما يعني دايما هقول هتجي يبقى احسن لك ان انت ما نجي لك تجيش. امتى؟ صحيح. ما فيش حد، انت لازم حد هيجيبك. انت عمرك انت اللي هتجيلي مش بايدك تيجي على يعني. رجلك. مش تيجي على رجلك. احنا برضو يعني هنحاول نراعي ان احنا الافيهات احنا كده يا جماعه مهدين الدنيا. احنا الافيهات بتبقى اسرع من كده 10 مرات بس يعني عشان ايه الناس تبقى عارفانا مستوعبة فاهمانا شوية. برضو. عايزين نفهم. عايزين نفهم فعلا. ماشي يا باشمهندس. طب ما خلاص كده ما الناس انت عرفت حرقت ان انا القصة. مش مهندس يعني. ما هو يا باشمهندس احنا لغايه دلوقتي محدش فاهم هو بيعمل ايه، يا عم وكل شويه بيروح شركه جديده. شغلانه بس الشعب يعني إيه عادي. بقى؟ سوفت وير انجينير في شركه مالتي ده ناشونال. ده شيء ايجيبت بقى، شعب ايجيبت. ورك فروم هوم بقى وهايبريد وبتاع. تفتح لابتوب في اي وقت وتقفله زي ما انت عايز. مش للدرجه دي بس ماشي. عشان ايه يعني، في اتش ار وفي في ناس في ملتزم hours بساعات وبتاع. العمل 2 days from office و 3 days from home. وعاقب والديه عشان يشتغل والكلام ده كله. وعامل ديسك سيت اب وبتاع. لا في قصص يعني. مفهوم. مفهوم طبعا. ماشي نخش على الفقره اللي بعدها. لا حضرتك حضرتك ماشي. عامة انا بحسد حد زي دكتور مارك ان هو لما حد بيسأله بتشتغل ايه دكتور، او مثلا مهندس او بروجرامر او كده يعني. اللي هو الرد سهل الشرح. ايوه الرد من كلمة واحدة. انا بقى بحتاج اعمل برزنتيشن، انا بحتاج ادي انترو عن الشركة والسيت اب بتاع الشركة عشان افهمه انا بعمل ايه فين يعني. يعني انا يا جماعة في مجال الاي كوميرس اللي هو الاونلاين سيلز، اللي هو بتشتري من الويب سايت او الابليكيشن.
في شركه ليها علاقه بالفاشن والرياضه بدون ذكر اسامي عشان مش عايز اترفد. توحيد والنور يعني يعني حاجه اغلى سنه يعني. هو جزمه الكوره عامله كام دلوقتي في توحيد والنور؟ في المطريه عامله ايه ده؟ انا قلت المنطقه في توحيد والنور المطريه. توحيد يعني 600 كده 650 ممكن توصل ل 1000 في سفير دلوقتي. طيب لا سفير ايه؟ احنا تقريبا مش اغلى بكتير يعني. ضعف الكام بغض النظر. بعد ال 40% ولا بس في المطريه بتبقى اصليه، ما اعرفش انت عشان تبقى ده نظامها ايه. فانا بشتغل في الاي كوميرس يعني على بلاد كتير بقى، مش مصر بس، اتليست 6 بلاد. الموضوع قلب لينكد ان ليه كده؟ يعني طب احكي لنا كده، يعني الطب دايما فيه قلق يعني. انت بتقدم والنقابه عامله قلق الايام دي، فريت يعني برضه. انا كنت عايز اسالك بمناسبه موضوع النقابه، ليه نقيب الاطباء مش بنسمع عنه زي دايما في نقيب الممثلين الفنانين الموسيقيين دايما عاملين قلق ودايما في الاخبار؟ هم الاثنين دكاتره، دكتور اشرف زكي دكتور مصطفى كامل. كل دكتور مصطفى كامل. لا ما احنا اصل احنا مشاكلنا يعني كبيره يعني طبعا. العيانين يعني حياه او موت حرفيا يعني. حرفيا لا يعني دايما بصه ان دايما في اسمها ايه، يقول لك الاطباء ما مش شايفين شغلهم واهمال طبي وكلام زي ده، فالناس بتتكلم قليل يتمسك عليها كتير. لكن مشاكل الدكاتره مع الدكاتره ممكن تسمعها منها كتير. طب احكي لنا مثلا دكتور جديد عمل حاجه، دكتور جديد يعني احنا عندنا مشكله مع جين زي، من جين زي بتفرج عليه جين زي الدكاتره، خلي جين زي الدكاتره. نزل بقى هنا الافيه بتاع بورن ان 1900 وتلاقي ديناصور حاطين وش، حاطين ديناصور ده. لا يعني مثلا ده لسه حاصله من شهر، في دكتور جديد جين زي جاي معانا، وبعدين بيسال اسئله غريبه. انا عارف الواحد بيبقى تايه في الاول يعني، كلنا كنا تايهين. طبيعي الحته دي مش يعني عارف ايه، انا لما بقول لك اسئله غريبه يبقى عدينا مرحله ان الاسئله دي غريبه فعلا. وبعدين انت عارف الشيفت بتاعتنا بتبقى 24 ساعه، فاحنا نبتدي مثلا 8 نخلص 8 مثلا، ده الكومن يعني. ايه الشغل اللي بيخلص ساعتها ده انا اللي فيه ده بتاع احمد حلمي. المهم يعني فجانا عيان كده كريتيكال قوي وكلنا شغالين يعني، عايز افهمك ان الدنيا تنس كده، البت على الضيق يعني، فاهم؟ يا مونتاج. المهم الراجل ده الساعه 12 الدنيا يعني مسحوله كده وكله مركز، بيخبط عليا كده وعايزني اركز معاه، فببص له وبقول له ايوه كذا عشان مش هقول اسمه يعني. فبيقول لي معلش انا لازم امشي. فما فهمتش، فبقول له ليه؟ بيقول لي الشيفت بتاعي خلص. الساعه كانت عدت 12، فانا تخيلت في الاول ان هو مثلا مفيش اوبشن ان هو اصلا يبقى شيفت، هو لازم 24 ساعه يعني، مش 24 ممكن 8 ل 8 ده يعني ما كانش يكتر يعني، مينيمم 8 ل 8. فبقول له الساعه 12، انا قلت مثلا هو الراجل حبيبي فاكر لما التاريخ بيعدي بيفتكر ان هو لازم يروح، اليوم خلص. اليوم خلص، هو لازم يمشي فعلا. فبقول له حبيبي انت سندريلا ولا ايه، بعد الساعه 12 لازم تمشي؟ فبقول لي ايه ده واحنا 12 بالليل، انا فاكر نفسي 12 الظهر. فتخيل يكون معاك عيان انت بتعالجه والدكتور محتاج يتعالج يعني انت متخيل ده مش اورينتد يعني، ده بالنسبه في الطب لك اورينتد تو بليس بيرسون اند تايم، دي واحده منهم وقعت. في واحد منهم تايم اند بليس دي وقعت منه. وبمناسبه برضو ان احنا معانا يعني دكتور الشله دكتور مارك، فاحنا دايما بنلجأ له، وبغض النظر ان احنا اي حد احنا بنلجأ له ليه يعني؟ اي حاجه ناخد بنادول ولا ادول يعني المشكله ان انت لو طلبت منه اي حاجه، لو انت مش بتموت بيقول لك لا خلاص انت كده زي الفل يعني مش عايش كونك ان انت اللي بتبعت لي انا مش مهتم بيك، لو حد تاني بيكلمني ماشي يعني. لغايه ما في مره للاسف اتعكست الايه وكنا مسافرين انا وهو بس قطر. ما هو ده افتقاد ان الشله فيها دكتور واحد طبعا، اعتبر تاني دكتور سنان يعني، مع اعتبار بتكلم على دكتور بجد يعني، على الاقل بيلبس بالطو طويل يعني، بتكلم عن دكتور بيلبس بالطو او سكراب. فانا دايما لما بتعب بطلب من دكتور مارك يفهمني على الاقل عندي ايه، خد كذا. المهم سافرنا قطر رايحين نشوف ماتش هناك، فلاول مره تتقلب الايه، واحنا اولا احنا راكبين طياره دايركت لقطر، مفيش ترانزيت مفيش حاجه، بس فجاه لقينا نفسنا في البحرين. الراجل سقطنا محطه هو ما كانش لاقي ركنه. هو الراجل المفروض ينزل، انت عارف اللي هي الماب اللي بتطلع على السكرينه دي اللي انت بقول لك انت فين، احنا خلاص قال لك البحرين يعني، فكرنا قطعنا تذكره غلط. انا قلت رايح يمول مثلا قطر، مش فاهمين يعني. فهي طولت شويه عن الطبيعي، فابتديت بقى الاقي ان مارك بيتعب وانا قاعد في النص وهو ناحيه الايل، وابتدى يتعب اللي هو بيغمض عينه حتى مش عارف يتكلم، وانا ابتديت ابانيك من تعبه لان هو اللي بيلحقني، انا مش عارف اعمل ايه، انا تجاره انجلش يعني بزنس ادمنستريشن، وهو بيقول لي الحقني وانا قاعد في النص. فكره ان انت اخر لحظات حياتك وانت تعبان واحد بيزعق لك. ما بزعله، انت تعبان واحد بيزعق لك. انا بزعله عشان عايزه يقول لي التشخيص واحاول اساعد، هو الدكتور.
اخر لحظات حياتك كانت طب هتنتهي ما تشوف بعد- دكتور اسهل لا يعني. يعني نادي حد ولا برضه حد عارف عارف ينادي نادي حد فعلا. ولا حتى عارف انادي على المضيفه، انا قاعد في النص وصاحبي اللي هو الدكتور بيموت مني يا يعني ساتر يا رب، مش عارف يا ده. ساتر يا رب. فالملخص- حاسه عدت الحمد لله يعني. الملخص ان احنا للاسف حاليا 3 مم. بس، ان شاء الله جمهورنا هو الرابع، عايزين رابع. السبسكرايبرز هم الرابع، ولو حد من الضيوف رد علينا برضو ان شاء الله ده برضو ايه يبقى هو الرابع احنا بتاعنا. معانا ارقام كتيره بس بس يردوا. ممكن يعني دي بتاعت ربنا بقى. هو بس برضو ممكن يعني هل احنا البودكاست هل هيبقى هلس ولا في مواضيع؟ اكيد لا، اكيد ان مش كروي الناس بس. المحترمه دي مش جايه على هلس يعني. هو الباك جراوند الكرويه بس يعني نحاول هو مش كرويه بس يعني. ما تبقاش كوره بس يعني. بالظبط، يعني احنا في جزء كبير طبعا كوره، احنا فوتبول فانز مجانين، لسه هتعرفوا الفرق يعني لو مش واضح مش اوريدي. واضح بس او هي محطوطه في اماكن هي غلط. محطوطه هي معكوسه أماكن مبدئياً. غلط. يعني عشان هو انت أنا مش بتلخبط محب نادي الجمهور. النصر على الاقل، بشجع الاتحاد. بس لا يعني احنا يمكن بنعمل كل حاجه في الكوره، بنروح الاستاد، بلاي ستيشن، لعب، بنسافرنا عشان نحضر ماتشات، ف للاسف. فوتبول اكسبيرينس. وانا يمكن كمان شغلي الفتره الاخيره له علاقه بالكوره جدا، فايفنتس برضو كمان، وابتدينا نقابل لعيبه وبتاع. طب ما احنا كده عرفنا انت شغال فين. لا يعني ان شاء الله توحيد النصر، توحيد النصر ايه؟ توحيد النصر، النصر السعودي. توحيد النور خدوا بلديه. خدوا ان شاء الله الناس ما تعرفش، انا حلو ان انا لابس ساده يعني مش حد عارف حاجه. طب كويس. ماشي، فهنكون عندنا توبكس مختلفه، اكل برضو ان شاء الله هنيجي فيه. هناكل؟ يعني عايزين ناكل، عايزين مش مش هنيجي عايزين ناكل نحرق يعني. عايزين ناكل. مش عايزين نحرق ماشي. بس جميل. تمام. تمام. اظن لازم نتكلم على اللي حصل. احنا ما كناش محضرين قوي ان احنا نتكلم على الشامبيونز ليج، بس اللي حصل ما يتسكتش عليه. يعني انا عايز ابتدي باول سؤال، وبرضو يعني ممكن اقول لكم رايي وانا عارف ان انتوا عندكم وجهه نظر مختلفه، بس اقول لكم رايي. ريال مدريد يعني يعني لغايه امتى ريال مدريد هيبقى بيخش ماتشات النوك اوت بتاع الشامبيونز ليج، جاي من موسم مش مقنع في الدوري، مغير مدرب واثنين، جماهير مش راضيه، الفرقه غريبه، في اصابات، فكل حتى لو مثلا هو بيلعب مان سيتي المعطيات كلها ان هو مش هيكسب 3. يعني هو المفروض كرويا داخل كانه اندر دوج، بس طبعا في الشامبيونز ليج يعني مش حاجه مفيش اسمها مفيش حاجه اسمها كده. فانا بالنسبه لي انا عارف الناس بتتكلم على فكره شخصيه البطل، اللي هو بغض النظر تنطبق على ريال مدريد، الاهلي في مصر، فرق كتير، اللي هو التيشيرت هو اللي بيكسب، الحاجات دي كلها. انا بصراحه في الكوره ما بحبش الشعار اللي هو مسلمات، اللي هو عارف زي ما يكون ايه تهمه كده بنخلص منها وخلاص، اللي هو شخصيه البطل. لا يعني بحب افهم ده في الملعب وفي الماتش بيترجم لايه، في اكشنز، في قرارات، في سايكولوجي. انا شايف ان هو انا شخصيا من وجهه نظري يعني الموضوع 90% منه سايكولوجي بوزيتيف لريال مدريد ونيجاتيف للفرق اللي قدامه، لكن ما بحبش فكره ان هو شخصيه البطل، ففالفيردي ينزل يحط هاتريك، يعني حط 30 جون في حياته، فحط 3 منهم في مان سيتي نوك اوت. انا شايف يعني ان ريال مدريد هو دايما في لعيب بيسبارك في الماتش المظلوم فيه او غير متوقع. يعني احنا مش مختلفين، رودريجو لعيب كويس، ما كانش لعيب كويس، ما كانش بيلعب في ريال مدريد، بس هل رودريجو اللعيب الكويس اللي يعمل اشهر ريمونتادا مع القصه بتاعت فما حاجه والكلام ده كله؟ نفس القصه. احنا اختلاف ان فالفيردي لعيب كويس حلو في كل السيزونز لعب فيها في ريال مدريد، مع ان السنه دي يعني هتلاقي جمهور ريال مدريد لا واخد ادوار دفاعيه كمان اكتر. لا مش يعني مش السيزونز اللي يفتكروها له، بس ماتش زي ده بيغطي. فايجاز جزء من يمكن المينتاليتي بتاعت الفرقه ان اللعيب اللي بياخد سبارك برضو بيشيل حاجات كتير. ف يعني فالفيردي لعيب كويس مش لدرجه ان هو يعني يلعب يلاقي منطق ينط الكوره من ورا، يعني من ورا مارك جاي ويشوط من على الشمال ويمين، صعب بس برضه يعني. مارك جاي يعني احنا لو بنتكلم على معطيات الماتش ده نفسه، الناس بتتكلم ان في كميه لعيبه في السيتي لاعبين اول ماتش ليهم تشامبيونز ليج. شفتوا بيب عمل ايه قبل ما مارك جاي يعني بيب في المؤتمر الصحفي لسه بعتوه قبل تيجي، بس انتوا طبعا ناس مش بتتابع الكوره. بيب قبل المؤتمر الصحفي سال نفس السؤال انت سالته ده، ليه لعبت كده؟ فهو الراجل بيزيكلي بيقول جزء من الكوره حقيقه، بس برضه هو عنده حته يعني ان السكور هو اللي بيقول للعيب ده ان المدرب ده مش كويس ولا لا. قاعد يقول انا لو كنت كسبت كنت قلت له ده جينيوس ازاي يلعب باربع مدافعين كده، وانا لعبت في نيوكاسل بره من غير هالاند في البيت وكسبته، واديكوا شفتوا برشلونه بيلقح عليها ازاي اتزنقوا في ملعب نيوكاسل. بس عامه مستواه متذبذب جدا مع السيتي من ساعه ما جه، يعني ماهوش مدي. انا قصدي وبيتكلم بسكيل قوي، ولو اتكلم مارك جاي طبعا ممكن نشوف، بس قصدي يعني فكره يلعب بخوزانوف ومارك جاي واورايلي، دول 4 ممكن ما تلعبش قدام
وولفز تخاف يعني قدام وولفز ممكن تضيع لو الclean ده sheet. اكتر ماتش انت عايز لكن، اكسبيرينس، مش عايز اللي هو الحاجات اللي انت عاملها على مدار الموسم، لا انت عايز تلعب المضمون. لانه حتى اللعيبه الاكسبيرينس احنا بنشوف في ماتشات حتى سواء السيزون ده او اللي قبله او من سنين في الشامبيونز ليج، الفرقه بتبقى جايبه فورمه كويسه، لعيبه اكسبيرينس، بينزلوا ماتش ريال مدريد ده. انا بالنسبه لي موضوع لو هنرجع لحته السايكولوجي، هو بالنسبه لريال مدريد ال11 اللي في الملعب في وقت الماتش بتاع تشامبيونز ليج بالذات، لان هو ده تراكم البوزيتيف ميموريز على مدار السنين، الذكريات الايجابيه، انه انا مصدق فالفيردي هيخش التشميسه اللي عملها في الاخر دي، اللي هو نفس الفالفيردي صح. بيلعب في اي فرقه، هيشمع في مش النص. يعني هيشوط في النص، هيعمل المضمون، هيعمل الاكسبكتد. هو ريال مدريد بيبقى واخد حته، ما احنا جربنا ونفعت، جربنا ونفعت، جربنا أيوة. ونفعت، فخلاص هو بوزيتيف فيلينج. وفي نفس الوقت فكره انه الخصوم بيبقوا رايحين، عارف انت كده ساعات بيبقى في شغلانه في الشركه، لا ما تروحش الشغلانه دي عشان كل اللي بيروح فيها ما بيطولش، بيرخموا بيمشوه، فانت هتروح حتى لو انت جامد قوي ومانجر وعندك اكسبيرينس وبتاع، انت داخل ايدك بترعش، يعني انت داخل السيتي جاهز بس داخل- ايدك بترعش. السيتي داخل اصلا وبيزد على باك جراوند ان هو عنده مشكله دفاعيه السيزون ده كله، فمتوقع ان هو ممكن يلبس اجوان برضه. يعني انت ستيل انت بتلعب ريال مدريد، انت برضه في الدوري الانجليزي انت عمال بتشيل اجوان. يعني انت مشكلتك انت اصلا مش قادر تنافس مع ارسنال السنه دي، انه مش ارسنال جبار ولا تيم ملوش حل ولا اي حاجه، الا انه الارسنال دفاعه ستيبل اكتر بكتير قوي من دفاع السيتي. عمل نظام يقعد يلم نقط صح. نقط انا نقط عندي نقطه لسه جايه في بالي دلوقتي. هو انتم متخيلين ممكن لعيبه ريال مدريد بتفكر في الشامبيونز ليج ان الجمهور الفان بيز على سكيل بقى وورد وايد مهتم اصلا انه يتفرج على الشامبيونز ليج اكتر من الدوري؟ بمعنى يعني اللعيبه عارفه مثلا لو فالفيردي لعب سيزون حلو دوري، نعتبر ان هو هل هياخد نفس البريز بتاع الشامبيونز ليج؟ جزء منها كان رونالدو بيفكر بنفس المايند سيت ده لما كان يقول لك الدوري او ريال مدريد بيبتدي السيزون في مارس. فهل ده ممكن يبقى جزء من منتاليتي الفرقه؟ طبعا خلاص هو براند النادي وحقهم طبعا، يعني موضوع ال 15 بطوله وكده، بس هو كمان هي فعلا انترناشونال، وبعد كده بتدي تسمع زي ما احنا في افريقيا برضو بنفكر نفس التفكير، ان بطوله افريقيا بتنقلك نقله تانية. بس هو ريال مدريد كمان بالذات لا خلاص، هو من بدايه ما البطوله اتعملت لغايه دلوقتي البراندنج كله بتاع النادي ومتحف النادي وكل قايم على حاجه، الشامبيونز ليج. ده خلاص ده البراند بتاعي، فعشان كده حتى يا عم سيب الدوري لبرشلونه فعلا. ولكن الهايب اللي بتيجي، الهايب اللي هياخدها فالفيردي في الماتش بتاع الذهاب بتاع سيتي، ممكن يقعد عليها السيزون كله عادي جدا، حتى لو هو عمل سيزون حلو متوسط وحش ايا كان، لا ده بيتضرب في 10 اللي بيحصل في نوك اوت تشامبيونز. حتى لو جاب البطولات بتزيد في الشامبيونز. يعني انتوا متخيلين الناس لسه متحمسه للشامبيونز زي ما كان فرق بطولتين؟ يعني مثلا يعني قبل اللاداسيما والكلام ده، الكلام ده من 10 سنين، يعني بنقول 10 سنين بقت كتير، بس انا بتكلم عن 10 سنين كان فرق بطولتين شامبيونز ليج. هل لما الفرق وسع لسه يلا نلحق ريال مدريد من الاخر دي موجوده؟ هل الفرق لسه الفرق بتفكر مفيش فرقه دوميننت لدرجه ان هي توصل تقرب حتى الفرق لريال مدريد. لغايه دلوقتي ريال مدريد بياخد هي الثانيه صح؟ ميلان بعد كده بايرن واياكس. انا قصدي شوف ميلان اخر بطوله في كام؟ 2007. طيب احنا بنتكلم في كان داخلين في 20 سنه وده اقرب فريق لريال مدريد. هي الفكره في البطولات اللي ريال مدريد بيلمها، ومش هقول ان هو ان اكسبكتد، مش هقول ان هو الطرف الاضعف، بس فورمه بيبقاش داخل باحسن بيبقى داخل بفورمه مختلفه في الشامبيونز ليج بالظبط. فالبطولات اللي لمها دي ال 12 وال 13 يعني الحاجات دي هي دي اللي فرقت. مفيش فرقه انا شايف، حتى احنا يمكن بنشجع برشلونه او بايرن كده، بس مفيش فرقه تقول ان هي ممكن تكسب الشامبيونز ليج بمجرد ان هي داخله السمعه. يعني برشلونه حتى لو جايبه فورمه، ولا بايرن دلوقتي ما هي دي مش هيلا 6 سهل قوي ان هي تروح تاخد الشامبيونز ليج. لا حاسس ممكن عادي بايرن تخسر الماتش الجاي من بي اس جي. ريال مدريد يعني ممكن يكسب فعلا بالحاجه اللي اسمها شخصيه البطل، بس هي بتبريك داون الحاجات. لا انما برشلونه بايرن هو لازم يبقى مقنع 150% عشان ياخد تشامبيونز ليج. يعني لازم ممكن ما ياخدهاش. لو تاخد بالك الفرقه دي لما خدت تشامبيونز ليج الناس بترجع تقول لك ده احسن فرقه في تاريخ برشلونه، ده بايرن 2020 ده مش عارف ايه. غير انه ريال مدريد في سيزونز لا هو خلص البطوله والناس فاكره بس ان هو ايه كان لا على فكره كان بيتزنق في ماتشات، كان بيتزنق حتى كان بيخلص ماتشات سنوات البيك بتاعت كريستيانو كده. لا كان في ماتشات تشامبيونز ليج 2016 بتاعت اتلتيكو ده، ما خدت بالك لما الفرق بيشجعها ما قالش ارسنال يعني لسه اندر دوجز بس يعني نخش يبقى معانا واحده بس بالمناسبه بالمره بقى. يعني لو بما انكم فانز بريمير ليج، عندي سؤال لارسنال ارسنال بين بولا اللي معانا بس ما تزنقنيش يعني يعني السنه دي دوري انجليزي ولا تشامبيونز ليج؟ السؤال الاول تختار واحد ولا اتنين الكلام ده. انتوا كبرفورمانس شايف ان
انتوا تستاهلوا تبقوا بطل تشامبيونز ليج وبطل دوري؟ بص انا حاسس الاقرب، خلينا نتكلم بواقعيه، الاقرب بالبريمير ليج، بريمير ليج. لانه السيتي مش جايب فورمه، مش بعد ما لأن- سيتي ما يطلع من الشامبيونز ليج هتبقى اقرب. يعني انت لو كملت مع ليفركوزن وبقى ارسنال اتاهل الدور بعديه، مم. وسيتي خلاص انا هيلعبوا شايف FA ان كاب. طريق ارسنال اسهل في الشامبيونز ليج، بس سهل قوي ممكن يقع قدام فرق زي بودو جليمت، يعني هو ده ان هو ايه اكسبكتد. طريقهم انا ناسي. بيتهيألي بودو بعد جليمت في ليفركوزن. الطريق مثلا، يعني وعندهم ممكن اتلتيكو. سالكة خالص عايزين يعني. لا هم في النرويج ممكن يتغلبوا عادي. الفرقه جامده قوي معاهم. ايوه بودو جليمت الفرق دي انت الراجل بيقولك حاطط شقه على Airbnb بيأجرها. ايوه اللي هو جول ستاد. الشقه الصالون جوه الملعب. جامدين قوي. واللي هو رقم 10 بتاعهم ده هاوجي ده فظيع. لا لا فرقه بصراحه خطيره. فنرجع على لسؤال. فكره على نقطه ارسنال دي، انا كنت بعاني من حاجه شبيهه في بايرن، انه كنت بحس انه النادي متمسك بفكره الدوري، وان انا لازم ما اخسرش الدوري، مع الفرق ان انا ما بخسروش وارسنال ما بيكسبوش، بس ما علينا. بس فكره ماشي في السنين اللي فاتت، يا جماعه بص ايديكم، سيبوا الدوري خلاص ركزوا يعني في الشامبيونز ليج. ارجوكم هاتوا لنا تشامبيونز تاني، يعني مش لازم نبقى ناخد تشامبيونز مره في ال10 سنين او ال5 سنين، لا نقدر نكسب اكتر من كده. بس هل ده معناه ان البايرن يعني ما بيركزش لما بينزل يكسب برشلونه وبيكسب ساعات أرسنال؟ في ماتشات بنبقى داخلين عندنا اصابات وبتاع، بسبب ان احنا ما عملناش روتيشن في الدوري، فدخلنا ماتش الشامبيونز قدام ريال مش المفروض من اكتر الفرق اللي هي ما عندهاش منافسه قوي في الدوري على الا في سنين معينه، فالمفروض يبقى فيت فور. لا واخسروا عادي، ما ليفركوزن خد نسخه ايه يعني العوائد بتاعتها خلاص، انا مش محتاج اثبت حاجه في المانيا، بالعكس ده انا ابتدت الناس تتهم ان هو في فساد في الموضوع وبتاع. انا فعلا كمشجع لا مش عايزه تشامبيونز ليج لبايرن. خلاص بقت 5 اضعاف الدوري اللي هو طب انت شايف ان السيزون ده بايرن، يعني انا شايف ان طريقه ممكن يوصل للفاينل بسهوله، فهل سهل ان هو لا ما انا هلاعب شخصيه البطل، هتلاعب ريال مدريد ماشي بس هيلعب البصل. بس ما دي مشكله بقى ان هو بس بيكسبني ستيل هو داخل الماتش. انت مركز في الماتش وكسبان السيتي. اخر مره لا اخر مره خرجنا اللي هو الجون بتاع ديليخت اللي اتلغى في اخر ثانيه ده ده مبررات اوكي. لا مش مبررات، الماتش بتاع خوسيلو ده حاجه برضو ده ايوه بس ده ما بيردش على سؤالي. هل اين انت هم شايف- الان؟ خوسيلو ده بيلعب اين فين هم دلوقتي؟ الافقات خوسيلو ده بيلعب فين دلوقتي؟ يعني هو الراجل ده كان المفروض يبقى معتزل في وقت طلعنا من الشامبيونز ليج ومشي يعني راح. طب ما هو ده الفلير بتاع اللعيب. ما ده نرجع بقى بالظبط، ما البوينت هي دي ريال مدريد الشخصيه في بقى. الشامبيونز بيبقى فيه لعيب بيعمل فلير ان اكسبكتد. ما هو لو مش قصدي هو مبابي لو كان حط الهاتريك بتاع سيتي ماتش سيتي كان حد هيقول حاجه؟ لا اجاز ما كانش حد كانت هيقول تبقى حاجه صح؟ منطقيه اكتر منطقية، شوية. اه صح؟ طيب. ولو فالفيردي في ماتش التالت ده كان حط جون واحد حد كان هيقول حاجه؟ برضه كان لا. يبقى ستيل الناس برضو مشكلتها مش النتيجه، جزء منها طبعا ان سيتي كان كويس، بس جزء منها الفلير. بس عايزين نرجع لارسنال عشان انا كده طبعا. انا ممكن على فكره اسالكم سؤال جنرال بريمير ليج بقى. هل في حاجه معينه نقدر نلومها ان ده السبب ان كل فرقه بريمير ليج ما عملتش نتائج ايجابيه، رغم ان في منهم لاعب فرق زي جالاتا سراي زي نيوكاسل مش اكسبكتد منها حاجه، ليفربول خسر. بس يعني ليفربول داخل انا مش بخلفيه قصدي نتائج. نيوكاسل طبعا على برشلونه، أنا لا قصدي لا إيه؟ لا ليفربول داخل هم طالعين بخلفيه متعادلين. نتائج سيئه جدا في البريمير ليج. موسم ممكن يكون من اوحش مواسم ليفربول في البريمير ليج، يعني من اخر 10 سنين اللي كان دايما بينافس فيها. دلوقتي هم في ناس في بتقول ازمه حقيقيه في يعني. ناس بتقول ان الحقيقة. انتنسيتي الدوري بتخليك رايح الشامبيونز مش قادر بقى تكيب اب مع الفرق عندي التانية. راي مختلف. انا شايف كم فريق بيتهاجم من دول في البريمير ليج بنفس القوه اللي بيتهاجم بيها في الشامبيونز. يعني كم ماتش زي كنا بنتكلم حتى قبل كده ارسنال سيتي. الماتش ده كان ايه تاكتيكال وايز؟ في حد بيهاجم؟ كان كل واحد خناقة مقفل في نص وعايز الملعب. كان فاين مارجنز اللي هو اللي هيغلط أنا غلطه. بشوف مثلا بنتكلم عشان نتفرج على ليجا اكتر. لا ليجا فرق الصغيره في اتليست هم يعني اوي فرق كبيره برشلونه واتلتيكو كده لا بيبقى انتنس بيتهاجم. يعني ماتش برشلونه سيلتا فيجو ده رعب طبعا رعب. ماتش فالنسيا حتى وهم وحشين الحاجات دي مدريد ده بتحسم رعب الدوري اصلا. ده رعب. فهم انا بحس ان مش فاكر ماتشات كتيره من فرق ميد تيبل كان تشيلسي مزنوق بيتهاجم. ممكن تشيلسي دفاعه مش كويس، بس مثلا حتى ليفربول مش مزنوق اللي هي علقه كوره زي ما بنقولها كده. مين في يعني عايز اقول اكزامبل بياخد مثلا علقة ماتش كورة. ارسنال برايتون، مع ان برايتون كانت عامله ماتش لحد ما مقبول، بس هما خلاص هو ارسنال حطت جون في اول مع ان ربع ده ساعه ده جون selling خلاص identity قفل أصلاً. الماتش. تحس ان هو بقى جارانتيد ان صح. ارسنال الناس ده مع كسبان ان ده الماتش. سيلينج ايدنتيتي اللي بتتباع للبريمير ليج اللي هو اي فرقه تكسب Competitive. الثانيه. بس مش هي حقيقي. حتى لو ده بيحصل او كان بيحصل في سنين اكتر، هو بيحصل ازاي؟ يعني ارسنال يتخطف او بيخطف اكتر كورنرز، بس يتخطف كوره كده. لكن اللي هو فرقه مزنوقه في نص ملعبها بيتهاجم عليها. انا ما شفت السيتي بيتهاجم عليه اتليست السيزون ده
زي ماتش مدريد من هل ده بقى من غير مبابي. ما انا عايز ارجع لدي، فاهم؟ هل ده بيفسر انه بقينا بنشوفها كتير انه فرق البريمير ليج لو مش هتكسب في الشامبيونز او كده، لو خلاص الماتش رايح في خساره، الموضوع بيفتح بزياده قوي. يعني شفنا تشيلسي 5-2 ضد باريس، توتنهام ماشي موسم وحش بس برضه 5-2 على تشيلسي اتلتيكو. ماتش تشيلسي ده كان ماتش غريب. تشيلسي ده كان النتيجه غريب. مش معاك ان هي مش يعني لغايه 85 بس ماتش برضه يعني أساسية في خلاص ما العالم. فيش حاجه سوليد في الاخر ان انت على الاقل تقفل عند 3-2 ان انت تتدارك لا هو الموقف. كان اصلا تشيلسي انا بشوف من الهايلايتس حتى بتاعت الماتش كان سهل ان هو يكسبه. يعني الماتش ما هو دي اللي انا بتكلم فيها. ماتش كلوز ليه بقى كول لما واخطاء بيخسر دفاعيه تحس ان بتفتح؟ هم بيهاجموا فرقه بتلعب في الدرجه حاسس- الثانيه بلاش مثلا. كل فرق بريمير ليج قدام بايرن السنين اللي فاتت، لا بصراحه كنا بنلاقي ان هو خلاص اول ما الماتش عمل انلوك كده 5 و6 و7. مش متعودين ان هم بيتحطوا في سيتويشن ان مش بس مغلوب متاخر ورا نتيجه، لا انتنسيتي انا راح اغلبك سكور. انت نازل كفرقه كبيره زي سيتي او سيتي كان نازل الشوط الثاني اول دقيقتين غير البلنتي انا ناسين ان فينيسيوس ضايع الماتش ده في العادي 6 مرتاح. ما بالظبط. لا وفي بوينت كمان ممكن يعني ماتش سيتي وريال كان في فاكر اللي هي الكره اللي هي في الدقيقه 18 دي كنت بتكلم عليها. يعني ده كان ممكن ماتش بدل ما يبقى طبعا هو مفيش ماتش 1-0 بقى مش ماتش 1-1. يتحكم دي عليه الكورة بالنتيجه يعني، الكورة بشكل بس عام. حاسس ان هو الموضوع لما يبقى باترن سنه ورا الثانيه انه انت لما بتخسر الموضوع بيفتح قوي. اكيد في سبب برضه، يعني اكيد مش كل دي بتبقى صدف ان هو خلاص انا وتلاقي مثلا فرقه زي نيوكاسل راح تتعادل مع برشلونه. طب ما ليه الفرق الكبيره بقى اللي هي الاكسبكتد منها اللي تعمل النتائج الاحسن بتفتح السكورات؟ انا كبايرن ميونخ بصراحه يعني بتبسط جدا لما لعب فرقه بريمير ليج ان انت بتاخد هايب كبيره من الماتش، بتقدر تعمل سكور. حصلت كتير قوي تشيلسي توتنهام ارسنال زمان، طبعا ارسنال اتحسن كتير دلوقتي بس ارسنال زمان. فانت بتروح ماتش سوري يعني بتاكل عيش بتجيب اجوان وبتاخد هايب كبيره قوي لان ده بقى ماتش البريمير ليج عليه العين طبعا. فاللي هو يا جماعه امسكوا نفسكم شويه. عندي سؤال يخص الشامبيونز ليج يعني لو عايزين تقفلوا بيه الحته دي. احنا بقالنا دي تاني سنه في النظام الجديد وفي ناس معظمها مبسوطه الماتشات اكتر بس مبسوطه. ليه او رايكم اقتراح انه ممكن ليه ما يتغيرش ال 16 وال 8 ما يبقاش هيد تو هيد واحد بيلعب واحد؟ يعني ليه ما يتعملش فكره زي سيمي دوري على اصغر ومثلا يأهل بدل ما بيأهل مثلا كان توب 8 يأهل توب 4 ويلعب مثلا حاجه على فكره ده العيب. لا بس ممكن ارد على سؤالك. انا حاسس ان هو اوريدي الشامبيونز ليج في عدد ماتشات كبير قوي والفكره اللي انت بتقول عليها دي هتزود عدد الماتشات. طب ما مبسوطين ما فلوس. انا عامه الاول ما كنتش مقتنع بالفورمات الجديد بس لما اتلعب سيزون والتاني لا حبيته. انا عندي مشكله واحده في بس، فرق بتبقى زي بودو جليمت كده ما لو والسنة محطوطه اللي في فاتت مجموعه بافوس 4 برضه ممكن ما لعب. تصعدش لان بالظبط هي هتبقى تصنيف رابع. بالظبط. وحاجه كمان ان انا الفرقه اللي بتكسبني وانا ما حدش كسب بايرن السنه دي غير ارسنال بس هموت والعبه تاني مش عارف يعني ببقى عايز اجيبه الالينز ارينا بتاع ما فيش. بص ممكن ما تلحقش تلعب. هيموت دي مشكلتي الوحيده اللي هو خلاص يعني بعد الماتش ده لان احنا كنا بنجاري بعض على المركز الاول فارسنال كسب خلاص فرق عني ب3 نقط لغايه اخر الليج فيز بقى هو الاول وانا مش عارف اعوض لانه خلاص انا عمال بكسب وهو بيكسب. فدي هي الحاجه الوحيده اللي مش عاجباني في الفورمات. مين هيكسب تشامبيونز ليج قبل ما انا عارف ده سؤال صعب بره الكوره خالص صعب قوي كفور. بس احنا ممكن نقول مين اكتر مثلا 4 مرشحين ان هم لا 4 كتير. حاسس ان دي سهله مرشحين نقدر نقول ارسنال 4 لا حتى من السيزرز تقدر تبريدكت يعني ناحيه برشلونه دي فاضيه. لكن مين اكتر واحد يستحق؟ ما انا بصراحه خلاص هي مع موضوع ريال مدريد بقى ان هو ممكن يكمل كده عادي زي 17 والسنين دي ان هو يكمل كده بنفس السيناريوهات بنفس الروح وياخد البطوله. ده اللي انا ببقى خايف منه. فورم وايز انا حاسس ان انا اقدر اكسب النسخه دي بسبب انا شايف كده برضه. حاسس الفرقه مش عشان الفرقه ماتيور يعني بصراحه هاري كين ثالث سنه هاري كين يعني احلى هديه من الفراخ بصراحه احلى فرخه في الدنيا يعني هتقول لي بقى بعد كوكي اي فاست فود بعد كوكي. لا مش ممكن يعني هو وصل لمرحله من العقل اللي هو مش ممكن كوكي احسن بس لا هاري كين يعني نتكلم عنه بسرعه هو وصل لمرحله من الماتيوريتي سترايكر بيور سترايكر وهداف وطالع في التوب سكوررز وما بقاش فارق معاه ان هو يطلع بالاجوان في كل ماتش على قد ما عايز يثبت انه لا يا جماعه انا لعيب كوره. ان هو يا جماعه بينزل لل18 بتاعنا بيعمل هو اصلا اوليسيه بيستلم منه 90 كره في الماتش من نص ملعبنا بتلاقيه جاري سبرنت وهو 33 34 مش فاكر يرجع يبني لعب يوزع بيدافع عمل تاكل في ماتش دورتموند مهم قوي وقلبه بكاونتر.
فاللي هو ايه ده لعيب ماتيور يقدر يكسبك بطوله زي دي، حتى لو هو للاسف ما عندوش هيستوري في البطوله. اصل بس- انتوا غيرتوا ايدنتي النادي خالص يعني. إيه؟ انتوا من امتى كنتوا بتلموا دي اللي البريمير غريبه. ليج؟ هم فجاه كده يا يعني جماعه بعد بقول لكم إيه؟ كين قال لك كومباني. لا كتير ده في ماشي، حاجات لا كتير. هو في كومباني جزء نفسه هو بس هم وجوده اللي قال لك جابوا سانيه كين. ماني كين لا كله في الاول يعني. كين قال لك جايبين داير عشان يتكلم مع انجلش جوه. وداير وبعدين نيكلاس جاكسون. كل هو في حد فرقة- ياخد نيكلاس جاكسون؟ غريبه برضه. دي مش بتاعتكوا دايركشن دي. دايركشن غالبا من الاداره. انا اللي بتجرب بقى، متخيله بتجرب في الشامبيونز ليج. بتجرب، ويمكن هم حاسين ان هو انا عايز، يمكن عشان انا مرخي في الدوري فبروح الشامبيونز بتفاجئ بالانتنسيتي. انا حاسس ان هم شافوها العكس، انه انا عايز بقى حد جاي من دوري كله احتكاكات بدنيه، ماتشات تكمل كلها معايا يعني. شديده. ما اعرفش يعني، مش عارف الدايركشن بس. انا اقتراحي في الشامبيونز ليج وانا مش عارف اقولها ازاي يعني، بس هضطر اقولها. لا مش مدريد، مش الدرجات. برشلونه لا باريس. ممكن طبعا، باريس اقل من السنه اللي فاتت بس مش بكتير. كانتنسيتي كوره، بس مش فارق كتير. بس انا يعني مقنعين قوي. مش عارف اقولها ازاي. انا عجباني فكره ان هما سلخوا جلدهم فعلا وجربوا حاجه يكسبوا بيها الشامبيونز ليج، ولما نفعت كان عندهم ان السنه اكيد كان معاهم فلوس بعد كاس العالم ده حتى عايزين كان ممكن يكملوا في يجيبوا، نفس كان الأيام. ممكن يفضل يلم لا اللعيبه. خلاص هو الدايركشن جابوا اتغير. مين السنه دي اسم مختلف بعيد عن الاستراكشر بتاع الفرقه ولا واحد. نفس الفكره بتاعت اللعيبه. يعتبر اللعيبه يا اما مش الواخده الهايب القوي، احنا اللي هنخليهم واخدين هايب. لعيب بيفيد الفرقه، لعيب مش اسم المطرقع في السوق. يعني خناقه معلش خناقه ايزاك. هو سيتي ما كان سوري باريس ما كانش عارف يجيب ايزاك. لا طبعا كان يعني. عارف يجيب ايزاك سهل قوي. كل الخناقات باريس ما دخلتهاش عشان يعني دي بقى يعني عشان هو جرب اتمنى ان فرق واتلسع. تانية مصريه تاخدها. ان لما خاف القيد. خسرنا الجمهور. لما يبقى في فريق بيلم اللعيبه كده وبيتصوروا جنب بعض، هو بتبقى صوره مدرسيه، لكن هي ما بتبقاش كوره. حاسس كوره الحلو في يبقى باريس، زي باريس. الحلو في باريس ان هو هي بس دي برضو بريفيليج ان يبقى عندك بادجت ما بتخلصش. بس هو جرب الاوبشن التاني. يعني هو عمل فرقه الدريم ليج وجاب راموس يلعب مع ميسي، ان هم بقى لهم سنين بيضربوا في بعض، وعمل كل حاجه. جاب فرقه تعمل ميمز يعني. بالظبط يعني اللي هو عمل كل حاجه و220 في نيمار ومش عارف ايه. خلاص جربت لعبت ده مش نافع. خلاص الكره الحديثه مش نافع فيها موضوع ولا من زمان والله يعني موضوع الدريم ليج ده. فخلاص قلب بقى الاستراتيجي 180 درجه، ان هو يروح يجيب لعيب زي فيتينيا في وولفز. ودي على فكره شطاره لويس انريكي ان وبيهبطوا. هو يعرف يقنع نصر وأكيد هم دايركشن إدارة هم برضه. يسيبوه برضه. واكيد دايركشن اداره. بس ابتدى جواو نيفيس يعني ماشي مسمع شويه بس مش مين من دول انت كنت هتشتريهم في فريقك غير كافارا؟ كفاره سخيليا بس هو غير ده اللي كافارا. عمل موسم. هو كافارا الوحيد اللي كان، وكافارا ده اللي قاعد احتياطي. لا كفارا فيتينيا ده اللي كان في بيريتيت بريمير يعني. ليج ما حدش من الكبار فكر يعني فيه ولا. حتى لو فكر فدي بس تحسب قصدي لهم ما, يعني. ما قتلش نفسه يعني. يقول لك ايه، يقول لك سبيندينج ذا سبريز، يعني ان انت ايه تفك البنك تاخد عليه الريسك وتدفع فيه فين مين كتير. عمل كده؟ نخش بقى في احنا السيجمنت طولنا الثالثه. خلينا نشرح كده اول جيم معانا. عايزين نلعب عايزين عامه. نلعب. ماشي الجيم بتاعت النهارده اسمها عايزين رايه. هي يعني بنبين الاراء بتاعتنا في جيم. ضحك هيموت ويقولها. سيبه يقولها. سيبه يقولها. رايه مش بتاع ارسنال وكده. هتموت وتقولها. رايه شوكولا ماشي. والحاجات دي الفئات الجميله بتاعت زمان بتاعت البير دي. فهي ليه عايزين رايه؟ اولا عشان عايزين رايه حرفيا ما لقيناش فجبنا جلاد. او لو بادجت. لو بادجت. ثانيا لان احنا هيطلع عندنا زي ستيتمنت او راي او تصرف معين. لو احنا موافقين عليه او شايفين ان هو طبيعي هنرفع الاخضر. لو شايفين ان هو لا ده مش الطبيعي او غريب هيبقى الاحمر. ومعنا العلم الثالث اللي هو الاصفر اللي هو الاوفسايد. ده معناه اللي هو لا انا يعني دي حاجه مش مقبوله بالنسبه لي تماما. حاجه بعد الاحمر اللي هو ممكن اتخانق ضد الموضوع ده يعني. دي توبكس Extreme كرويه ولا أكتر مش شوية. كرويه؟ لا ميكس من كل حاجه. حلو. بس خلينا نشوف كده معانا ايه اتفضل يا استاذ. جاهزين يلا هما في بينا. اليوتيوب بيقولوا كده لازم. عايزين نبدا. جاهزه يا عايزين حاجه. جاهزه يا حاجه تريبيوت عايزين لشطم. نفتكر نطلب لايك وشير والحاجات دي انا ما بعرفش يعني. تلاقي حد يتفرج علينا بس ده اللي نطلب منه. ماشي. اول ستيتمنت بعد كده 1 2 3 بيقول ان انت تمشي من الاستاد لو انت بتحضر الماتش في الدقيقه 80 علشان الزحمه. 1 2 3 اوفسايد كل اخضر. واحد ده كل واحد دايفرستي مختلف. تنوع في خلينا نبدا بالاوفسايد عشان ده اكتر حاجه. لا يعني بحس انه لازم يبقى الماتشات الكبيره بالذات الماتش بيتقلب في ثانيه. وبعدين الفكره اللي هو شخصيه البطل بقى زي ريال مدريد وبتاع والاهلي والزمالك وكده. طبعا الزمالك مؤخرا بس احنا عادي ممكن تلاقي جوان في الدقيقه 85
عادي تلاقي جوان في البلس 90 بقى وعماد متعب. فحاسس ليه تفوت فرصه لحاجه زي دي unless ان هو اوف داي بقى وانت الفرقه بتاعتك شايله 3 وبتلعب فرقه مثلا نص الدوري ولا بتلعب بالناشئين وبتلعب في كاس الرابطه والحاجات دي. لا حاسس ليه استمتع بوقتك يعني. انت ولا انت؟ طب انت اصل انت اخضر فانت عكسه تماما، فليه بقى؟ يعني هي مش بتمنظر بس بره مثلا لو ما حضرت في مصر فول ترافورد، هو الناس عشان الخمس 7 دقايق دول اللي بيجيبوهم في الكاميرا والناس طالعه، لو ما اتحركتهمش انت ممكن تتاخر ان انت ترجع ساعتين. ان معظم الانديه الاستادات بتوعها جوه البلد كلها الترانسبورتيشن يعني ايه ترام بتاع يتمشى، فهو عشان ياخد مثلا ترام بياخد 200 واحد، فانت لو ما طلعتش بدري لما تلاقي وطلعت بلس مكان 90 ساعتين. والناحيه التانية بقى الاكستريم، يعني لو انت مثلا قلت ماتشات قويه، طب انت لو فريقك شايل كتير بدري اه انا كنت عايز اسالكوا دي، فرق سكور 3-0 الشوط اول مثلا تستحمل تتفرج 45 دقيقه حتى لو خلص صفر؟ يعني الشوط التاني يعتبر خلص 0-0 سف، لو بالذات لو ماتش جمهور سف الجمهور التاني بتاع انا عشان كده أنا ما انا بستحملش الحاجات دي. صعبه برضه بستحملش بس الحاجات دي. مش عارف انا يمكن ما حصلش ان هو عشان وشك حضرت حلو، ماتش وشك حلو علينا. فرق كده بالمنظر ده يعني. انا يمكن عشان كده انا في النص انا ريد فلاج، علشان متفاهم انه ساعات بتبقى مطلوبه لو على حسب المشوار او كده، بس في نفس الوقت لا، انا بالنسبه لي اصلا هم دول احلى 10 دقايق سواء كسبان خسران. على الاقل فرقتك هتبقى بتحاول، على الاقل تفضل ورا اللعيبه. اصلا منظر بتخيل لو انا لعيب وشايف المدرج عمال يفضى، ما خلاص مش هجرب حتى اقلل الفرق او اعمل حاجه، احس ان انا احبطت شويه. مهما كان اللعيب بروفيشنال اكيد الحاجات دي بتاثر. فبحس ان هو لا، المشجع الحقيقي لا، يعني يكمل دقيقه الكلام. 95 يبقى جوه الاستاد. بس ماشي يعني. ماشي. حد غير تلات رايه؟ آراء. يعني شويه لا مش غيرت قوي. بس قربت لل ناحية ما بين الاخضر يعني والاحمر. ممكن ابقى اصفر مثلا. ما هو لا الاصفر. لسه لغايه ما اتعود على الالوان. ماشي خلينا نخش على الستيتمنت اللي بعدها. دي مؤلمه بقى، كرويه ولا غير كرويه؟ غير كرويه خالص. كويس. في الحياه عامه. ماشي. الستيتمنت بتقول القلق الزياده او الاوفر بانيكينج من وصول سن ال30. واحد. استنى بس لا يعني انت العربي بقى الشهر العربي. يعني انت الناس اللي هي مرعوبه من ان هي تكمل ده 30 فاليد سنه. يعني لو يعني اخضر لو انت بالنسبه لك فاليد ان هو يبقى مرعوب من سن ال 30 بالظبط كده بالظبط. فاليد ان هو يبقى مرعوب من سن ال 30 ماشي. هترفع اخضر. ماشي. ماشي تمام. أنا فهمت. 1 2 3. ايه الحوار ده؟ على فكره احنا عكسنا، يعني انا كنت اصفر في اللي فاتت وانت اخضر. هنعمل كاونتر بقى. كده فادي قاعد لوحده. انا ريد فلاج انا شخصيا اصلا. ماشي مين انا اوفسايد. اوفسايد ابتدي انت. هو يعني عشان الموضوع حاسه قلب ميمز اكتر، يعني التخوف اوفر. يعني انت مثلا 29 ليلتها بقيت 29 وكام يوم، انا بقول دي هي تاني يوم بقيت 30 موضوع بانيكينج. وبعدين حاسس الموضوع يعني سف جلوبال، يعني في حاجات كده تحس ان ميم مصريه، يعني لو بعتها له لو حد اجنبي مش هيفهم. لكن حوار ال30 ده لا اي حد جلوبال افر جلوبالي بس. وفي ناس كتير بيبعتوا لي فانا متضايق من الموضوع. ما بالظبط انا حته بحس ان over هو يعني. ايه اللي هيحصل يا جماعه ليله عيد ميلادي بالليل ان انا اتم 30. يعني بحس الناس واخداها، انا متفاهم فكره ان هي تبقى رينج اللي هو تلاتينات. بس في نفس الوقت ايه اللي هيحصل في السنه دي بالذات؟ يعني اشمعنى اول ما هتم 30 ايه اللي هيحصل؟ بس في يعني في انا بالنسبه لي بيبقى في انديكيشنز قبلها من، يعني انا هقول لايف ريل لايف اكزامبل يعني. انا يمكن ما بقاليش في القصه دي، بس انا جريت ماراثونين ورا بعض. واحد وانا لسه في ال 29 او لسه قبل ما اتم اكشلي 29، وواحد بعد ما تميت 29 يعني في النص ما بين 29 و 30. اول واحد تمام وعادي و10 كيلو والدنيا زي الفل، والتاني واحد خلفيه وضمه الجسد لا يرحم. ما تجريش، هو ده الطب. هو ده الطب. تعبت عملت نفس تعبت الجايه بنفس بطله. الانتنسيتي بنفس كل حاجه بنفس الوقت. فبحس انه لا برضو الواحد بعد وقت الجسم ما بيقدرش يأدبت على سن ال 30 بالذات لو حد شغله زينا، يعني ممكن شويه طب بيكون بيجي. ما هو ماشي، حاجة. ما انا عشان كده كنت عايز اسالك. لا انا كنت عايز اسالك، انت دلوقتي بتكلم ان احنا 30 ماشي، انت بالنسبه لك انت فت اكتر ولا عبد الله السعيد 39 سنه؟ لا عبد الله السعيد بس ده شغلته. ده شفته قلنا مع بعض دي فكرة. بالظبط، ما هي شغلته. هي دي لعبه، هي دي لعبه 100%. فانا بحس انه اكيد فيزيكال ساينس، وانا عارف برضو موضوع الماسل لا ميتابوليك ريت هو اكتر حاجه ميتابوليك ريت بتقل يعني. بس في نفس الوقت انت لو واخد بالك من نفسك ودايت يعني الكلام ده يعني الحمد لله محتاجين كلنا نعمل يعني لا بس انت برضو معلش بقى يعني مع كامل احترامي، انت مدي اكزامبل لواحد فلته ده عبد الله السعيد، ده مفيش حد لعب في المستوى ده بالسن ده في ما انت مش مطلوب منك برضو اداؤه ده. ما انت لو مش اتليت برضو
مطلوب منك انك تبقى فيزيكال كونديشن كويسه. وفي نفس الوقت بالعكس في ناس كتير بنعرفهم يعني بعد ال 30 بالعكس بيقول لك ده احسن السنين، اللي هو انت مثلا وصل في حته حلوه في الشغل، اللي هو ميد مثلا مانجيري ليفل، ده اللي هو عنده وقت شويه بس بقى بيقبض احسن مثلا، فابتدى يبقى عارف يسافر، اللايف ستايل اتطور مش عارف ايه، في فريدم اكتر. وفي نفس الوقت فيزيكلي يعني هو خلاص هو يعني مش الموضوع مش عجوز فتنس، يعني. الموضوع مش فتنس بس يعني، في اه حاجات تانية. بالظبط. فانا بحسها. وبرضو يمكن مجتمعيا في موضوع الجواز يمكن جلوبال بس اكيد في مصر اكتر بكتير، ان هو خلاص الناس اتفقت كده ضمنيا انه انت ده السن. وصلت لل 30 وما اتجوزتش يبقى في بس حاجه خلاص بقى. ده الديدلاين. فيمكن عشان كده لا يا جماعه، ما يمكن عند 2 3 4 5 بس يعني تبقى مقتنع بس يعني او جاهز. احنا اقتنعنا. او جاهز تمام. بس مش جاهزين. ماشي نخش ماشي في اللي بعده. نخش نمبر 3 دي. مش عارف بصراحه هفوت فيها ايه، بس هو الناس اللي هي بتلاقيها لابسه طقم ريال مدريد او ايا كان او برشلونه from A to Z بالشراب بالجزمه في الجيم او في لعب الكوره مثلا، اللي هو من الاخر فول كيت. هيفرق معايا السؤال ده في الجيم ولا لعب الكوره؟ رأيي هيختلف. ماشي يعني يعني خلينا هتبقى- طيب 1 2 مش استنى عارف. انا بقى، ما انا مش عارف. انا مش ماشي. عارف الصراحه. خلاص. 1 اه 2 3. ايه ايه ده؟ طب والله قربنا الوان اهو. طب حلو، محدش محدش متفق يعني. محدش يجيب يا جماعه الشورت آه. بتاع اي فرقه. طب ممكن انا بما اني اوفسايد انا انت بكره بقى، الموضوع ده. اولا انا على فكره ساعات عملت كده بس اخدت بالي ان انا مثلا نازل لعب الكوره، انا اهتميت ان انا قعدت ادور بقى على الشورت اللي هو ماشي مع ده، على الطقم، على مش عارف كاني بظبط طقم خروج. رحت هناك بقى حاسس ان انا مش مركز في الماتش، يعني حاسس ان هو ده أيوة. ده اهتمامي بقى لا يعني. انا بيبقى حاسس مثلا ان يعني ده طقم مبابي، فالبرفورمانس ليه مش مبابي؟ يعني فاهم؟ إجابة انت out of جبت the box هو براندنج الصراحة. انت بس جبت يعني. التيشيرت. ولا في ناس بتوفر يعني كمان ان الشورت تطبع عليه التسعه يعني. يعني في تفاصيل بقى اللي هو في بقى حاجه انت مش بتتمرن، انت لازم عملت تلعب كوره يعني لازم تلعب والجزمه جيم. والجزمه هناك يعني هيقول لك دي الجزمه اللي لبسها في ماتش ما اعرفش ايه، ودي بتاعت التدريب. فالواحد واخد الحته دي، اهتميت هنا قوي، المفروض تبقى يعني توزع بقى يعني هنا تبقى هناك. لا على فكره القلشه اللي من نص الملعب اللي بيعملها بقى طقم مبابي دي ما بتبقاش ماشيه يعني. وفي تفصيله كمان ان انا خلتني كمان اقول اوفسايد، هو معنى ان هو كده كل مره انت طبيعي، انت لو بتتمرن كل يوم او بتلعب كوره او مش عارف ايه، خلاص بقى انت بسرعه شاور ارمي اللبس تك تك تك، الموضوع سريع. فمعنى ان انت كل يوم attention to ده- details ده صعب ايوه أوي. ان انت ده قاعد راح- مجهز راح- كل يوم. راح انترفيو ده. رايح خروج خروجه. امبابي وميسي بيلبسوا وتشافي شورتات بعض. دي بتفرق يعني معاهم وانا فدي تقريبا اكتر. في واحده بقى ممكن تخليها لي اوفسايد لو الشخص ده بيعملها بتقومه لعيبه مختلفه، فرق مختلفه. يعني هو النهارده مش لابس مشجع ريال حتى الفرقه. مرة مر- مبابي ومرة المره رافينيا. الجايه جيسوس نافاس، فاهم الحاجات اللي هي ما حدش بيبقى عنده غيره دي. فدي اكتر واحده تقريبا لا، احنا دي متفقين احنا عليها. متفقين عليها متفقين. يعتبر. تعملوهاش يا جماعه. اللي جايه برضو ليها علاقه بالكوره بقى نفسها. بتتكلم عن مشجع الكوره اللي هو بيعلن بكل صراحه انا مثلا اهلاوي مدريدي زملكاوي ايا كان، بس تيجي تاخد رايه في اي حاجه، سواء حاجه تحكيميه سواء اداء لعيب مقارنات بتاع، بتلاقيه دايما نيوترال بزياده او اوبجكتيف، بالذات الناس اللي بتعمل كونتنت مثلا، بس اللي هو ايه من الاخر ما بيزعلش حد في الكوره. ده بالنسبه لكم 1 2 3. ايه ده برضه ما اختلفناش. برضه احنا يعني احنا مش متفقين بس طب ماشي ابتدي انت بما انك لسه يعني ما انا بشوف ان لا يعني انت الايدنتي بتاعك كواحد بيشجع بتفرق طبعا. انت بتشجع فريق مين؟ لو بتشجع فريق اندر دوج بشكل عام فانت دايما شايف ان الدنيا جايه عليك. النادي مثلا معين بخطين يا تيشيرت العمر الابيض. فانت وفي بوينت ان انت ما ينفعش برضه تبقى في الاخر واخد الاكستريم ان انت الحاجه مش مدلس. شايفها علشان يعني لو اتكلمنا بقى ابيض خطين حمر مثلا زميلنا في اليوتيوب سانتي مثلا. هو سانتي برضه في اهلاويه بيتفرجوا عليه كتير، بحس انه هو بيقدر يقول اراء تخلي اللي قدامه مش جاي تتفرج عليه زي ناس تانية مثلا عشان تسف عليه. لا انت جاي تتفرج عليه عشان تسمع حتى لو هو من الناحيه التانية خالص. فحاسس في معظم الحاجات لازم تكون متسق مع الايدنتي بتاعتك كمشجع، بس تو ان اكستنت يعني. ونزلت الخطين الحمر احنا 1-0 لوتو. ماشي ماشي يا الله على السيره، الزمالك خسران يا جماعه. ماشي. طيب انا بالنسبه لي انا بستغربها يعني، اللي هو حلو ان انت تبقى محايد. يعني انا مثلا انا ما بحبش خالص ريال مدريد، بس لما بيعمل حاجه بقول الاهلي بديله كريدت مش عارف ايه، بس في نفس الوقت ان انت تبقى كده على طول. ساعات بتفهمها انه في ناس بالنسبه لها بتحط الكرة في الاخر في السياق، ان هو لا هو بياخد موضوع حته ان انا يبقى ضميري او ان انا مش عايز ابقى بحور او كده، والانتجريتي بتاعتي.
اهم مليون مره من الكوره. فهو حتى لو هو مشجع ومنتمي وكل حاجه، لا عمره ما يقول ما ياخد صف نادي. بس في نفس الوقت انا بالنسبه لي انت كده ما بقتش مشجع برضه. يعني انت خلاص تطلع بقى في تلفزيون بدله وبتاع، اه لكن رايه بقى بابليكلي نيوترال. يعني انت عمال ترضي كل الناس بس تقول انا بشجع كذا. في لحظه بيبقى مش عايزين نقول يعني ان احنا بنأكسبت الغلط، بس ساعات ناديك انت لو ما وقفتش معاه حتى لو هو غلط في جزئيه، بس اوفرول لو ما وقفتش معاه، ما مين هيقف معاه؟ خلاص هتبقى كل حاجه انا ضد. حاسس يعني ممكن اكبر مثل حي فعلا عايشينه دلوقتي هو اللي عمله جماهير الزمالك في بدايه او بعد الازمه بتاعت ارض اكتوبر والمشاكل الكتيره الماليه اللي حصلت وقت بطوله الرابطه. الزمالك جماهيره لو ما كانتش ماتش واحد بس الزمالك باين كرامه مع معتمد جمال، ما كانوش كملوا، ما كناش هنشوف الثمان ماتشات اللي بعديهم ولا السبع ماتشات اللي ممكن بعديهم. ف 8 تمام. عشان وقفوا. وكمان هي كمان فكره ان هو ايه، على فكره ممكن انا ببقى بدعم وانا كمشجع، انا ولا اكيد مش معايا الاوراق يعني بتاعت موضوع الارض او كده، ما عندناش فكره، بس بدعم ناديه لغايه بس ما انا اشوف عايز ايه حق، الموضوع عايز حق بالظبط. النادي. عايز اساعد النادي. فهي دي بقى المواقف اللي لازم لا تبقى لا فيها وساعات مشجع تبقى في يعني. حاجات ابسط، يعني ساعات بتبقى مثلا في حاجات انت شايفها بعينك، فانت بتوصل لمرحله عشان انت مش عايز ده فتبقى الاكستريم التاني، او عايز تبان ان انت نيوترال فتيجي على النادي حتى لو انت مقتنع ان هي حتى لو 50-50 هتاخد ال 50 الاجانست عشان تبان نيوترال. تبقى هي دي اللي دايما هي دي مأمن اللي نفسك احنا كده دي اللي في احنا الآراء. معترضين عليها يعني. بالظبط. حلو. ماشي، يعني برضو دي اتفقنا فيها بشكل كبير. اوكي. في اتنين هناخدهم ورا بعض كده لان هما التوبيك مش بعيد قوي. في واحده بتقول انه الشخص اللي دايما بيعترض ان احنا نقسم التشيك بتاع الخروجه بالتساوي، كل واحد يحاسب على حاجته. تمام. الشخص اللي بيعمل كده بالنسبه لكم جرين ولا ريد ولا يلو؟ اللي بيمنع ان هو نقسم، ان هي تتقسم وخلاص ايكوال بغض النظر مين طالب ايه. يعني هو مع ان هي هو مع تتقسم، ده، هو بيعمل ده مع ان هي تتقسم، بالظبط. لا تتقسم ايكوال يعني مش مع ان هي تتقسم ايكوال. لا مالهاش علاقه. لا بالعكس. بالعكس اللي هو اللي بيطلع في النص يقول لا يا جماعه انا مش طالب ستيك، انا طالب آه، كوبايه شاي انا عايز فنقسمها عايز بيزد على ال 10 جنيه الأوردر. بتوعي. بالظبط كده. 1 2 3. طب ابتدي يا مارك. يعني it depends على هل كل مره ولا وعلى حسب الاوتنج دي ايه. يعني مثلا لو ده عيد ميلاده مثلا فدي تحت بند البجاحه، لكن بنتكلم مثلا في خروجات في العادي، ولو ريجولر بيز لو مثلا نفس الجروب بيخرج كل مره بيحصل نفس الحوار ده، انا هبقى واخد ساعتها ده ريد. لكن لو مثلا ايفنتفل حاجه كده مره بتاع ممكن تعدي بالنسبه لي اسهل يعني. عشان تراك انا بحس انه لا، يعني مش منطقي ان يبقى مثلا واحد طالب كوبايه شاي واحاسب على واحد جايب ستيك بليت، يعني مش منطقي دي برضه. بتحصل. ما هو ده مشكله ده كده، ما هي ده اللي انا يمكن حسيته. لا ات سام بوينت لازم يبقى جرين فلاج، بس طبعا لو الفرق حاجه زي ما انت بتقول مثلا 4 خارجين بلاي ستيشن عشان كده عايزين رابع. لا طبعا مش بتكلم في دي. هي الا لو طالب 4 بيبسي و4 شيبسي واستغرب الحساب كده. لا انا يعني مش عايز اخلي الموضوع يعني يبان عميق قوي او حاجه، بس هو ساعات مثلا بيبقى فيه جروب الميكس بتاعه مختلف. يعني جروب شغل مثلا في الناس جايه من باك جراوندز مختلفه او بتاع، فاحنا خارجين في مكان غالي، ففي واحد جاي على نفسه شويه اوكي، بس جه واخد باله هو طالب كذا عشان الرينج معاه، ما تعرفش ايه ظروفه. فبعدين حد بيطلع اللي هو الحد اللي مش فارق معاه راح الموضوع، جاي يتغدى، في جاي يتغدى وطلب وجاي وديزرت يلا يا جماعه نقسم. طب ما ده مش هو منطقي، ما هي دي اللي أنا قصدي الشخص عليها. اللي طلب درينك ده ليه؟ هو ملوش نفس؟ لا هو ممكن يكون فعلا هو عنده ظروف فعليه معهوش فلوس دلوقتي فعامل حسابه على كذا. فانا عشان كده بحس ان الشخص برضو الناحيه التانية اللي على طول اللي عايز يقسم كل حاجه ايكوال، ده برضو ريد فلاج، اللي هو انت مش باصص للي حواليك ظروفهم ايه. وجهة نظر. طب نعمل منها واحده تفريعه برضو هي شبهها شويه. الشخص بقى اللي عمره ما بيوفر ان هو يبي للمجموعه، يدفع للمجموعه ويبقى يجمع بعدين، عمره ما بيعرض ده. اوكي ماشي. انا حاسس ان انا من اول الحلقه معترض على ما فتحتش الاحمر يعني. انا عايز استخدم الاخضر بقى. ماشي 1 2 3. انا اتاخرت. انت هو ايه ده، الراجل احنا متفقين كلنا. متفقين كلنا. ماشي يعني هي ما تنفعش تبقى كل مره بصراحه. يعني مره انا انت بتاع، بس مش لدرجه اوف سايد يعني. مش لا في واحد بيبقى مش offside. عايز يعمل ده عشان ما ياخدش ريسك انه يلم فلوس اقل. بالظبط كده. فهي دي النقطه. هي دي النقطه. لا انا ممكن اعترف بحاجه مش قصه فلوس اقل. انت الشخص ده ولا انا ما بحبش، انا بتكسف قوي اروح بعد كده لحد اقول له ايه
عايز فلوس او بتاع، فببعت له على انستا باي على طول. لسه اقول امتى ده. فادي بيبعت لي يعني عايز يقول لي صباح الخير، يبعت لي ريكويست عليه 50 جنيه. ما انا ببقى كاتب لك صباح الخير في النوتس تحت. وكاتب النوتس بقى ايه صباح بس الخير. يقول لك ايه ده ايلول 96 لما طلبت حاجه ساعه طيب ما خدتهاش. اعتبرها اعمل العكس بقى. مره جربت اعمل معاه محتاجين العكس، يلغوا الفيتشر جاوب معاه العكس، بيعمل لي ديكلاين وفاكره فيسبوك فريند غالبا، بيعمل لي ديكلاين للبتاع، بيقول لي امتى يعني بيناقش. طب يا ابني ما انت كنت بتلم فضحتني. الفلوس عادي يعني. لا انا بقى كنت هوافق معاك لغايه ما تقول جبت سيره الموضوع ده. يمكن انا عشان اشتغلت في اكاونتنج، فبحب ان انا كل يوم يبقى حسابه مقفول كده، اللي هو خلاص ما اوكي. ولا عليا ولا ليا. احب مفيش أبقى- باد ديتس. بالظبط كده، مفيش باد داتس. ماشي، ناخد واحده اخيره. خد مش على حسب وقتنا. الناس اللي بتحلل ماتش الكوره بمجرد ان هي اتفرجت على هايلايتس وستاتس. اظن واضحه. حاسس بتلقيحه بس. لا ما حدش. مبدئيا 1 2 يعني عامة انا ممكن ممكن اقول ضد اللي انا بعمله يعني، بس انا مبقاش عندي وقت اتفرج على الماتشات كلها يعني. ما هي دي مش شغلتك. هو بيتكلم في بوينت انت مثلا في عارف مثلا اكتر حاجه بتبان بالنسبه لي امتى؟ لما يكون في 3 ماتشات شغاله مع بعض والاستوديو واحد. ازاي لحقت؟ ازاي تعمل ازاي كيف رأى كيف رأى فعلا. ازاي لحقت يعني؟ قول مثلا ايه يعني، عارف يقول لك ايه، قسمنا المحللين 3 كل اتفرج على هسمعه. لا هم بيبقوا كلهم شايفين. هو معتمد ان اللي بيسمعه ما اتفرجش على الماتش التاني، فلو قال له اي حاجه هيصدقه. لا طيب. انا بحسها دي اوفسايد تماما لو انت بتشتغل. لا انت ما عندكش وقت وبتتفرج عايز تتكلم عن الكوره، ماشي براحتك يعني هي بيزد على الوقت. في بقى موضوع اللي هو اكستندد هايلايتس اللي هو بيشوف اكتر شويه. بس انا بشوف ان هو لا، انت في حاجه برضو اسمها اي تيست، غير لازم تشوف اللعيب عمل ايه قبل ما يضيع او قبل ما يجيب جول. دي مشاكل الفانتزي مبدئيا. ده مشاكل الناس بتجيب على السمعه. صوته حلو. ماشي، اظن كده احنا وصلنا لاخر الحلقه. هنجيب جاست ما تنسوش لايك وشير كومنت سبسكرايب. هنجيب جاست مين عشان ما قلناش ولا مره في الحلقه. ولو انت جاست من اللي احنا عايزينهم انا بعت لك الحلقه، ارجوك وافق ان انت تيجي. ارجوك رد الاول. ارجوك رد عايزينك ترد. ماشي، اتبسطتوا يا شباب. ان شاء الله المرات الجايه تبقى متحضره احسن كده ان شاء الله. لا صوره ماريو تبقى اعلى من كده. شهيد. ماشي، برافو يا جماعه. سلام باي.